السلام عليكم حبيباتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. البنات صباح الخير عليكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن حال ان شاء الله. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم خبز سائل يوجد في 10 دقائق بدون دلك بدون تعب وبمقادير مضبوطه. ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. هنا عندنا زوج كيسان تاع ماء يكونوا دافيين. الى عندك الحليب ديري الحليب، انا ما كانش واجدني الحليب. هي من الاحسن البنات ديروا الحليب، انا ما كانش واجدني درت زوج كيسان حليب، عفوا زوج كيسان تاع ماء دافيين. ضفت عليهم حبه تاع بيض وبياض بيضه. هذه حبه تاع بيض ما غاش تكسر لي والله ما عرفت عليه. ونضيفوا لها بياض بيضه. وهذه الوصفة تجي سهلة، تجي يعني أسهل مما يكون البنات، وتجي خفيفة وتجي بنينة بنينة يا البنات. لازم تجربوها بنفسكم وتحكموا البنات. هذه هي. هذا الصفا نوخروه بجهة، غادي إن شاء الله نزينوا به الخبز تاعنا. ونضيفوا للخليط نضيفوا له نص أقل من نصف كاس زيت. دوك تشوفوا هذه هي أقل من نص البنات. البنات ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع حباباتكم مع ناسكم وصحابكم ان شاء الله باش تعمل فايده كامل. هنا ضفنا المغرف تاع السكر باش كما قلت لكم الفيديو تاعنا يكبر ان شاء الله، القناه تاعنا عفوا تكبر. هذه هي. نضيف هنايا مغرف خماره، انا ضفت شويه زدت شويه على المغرف البنات خاطرش الجو شويه راه بارد. الا كان الجو يعني حار ما تكثروش الخماره راكم عارفين، واذا كان البرد نتوما راكم عارفين الجو اللي راكم فيه. هذه هي. ديروا وحده خماره. نخلطوا المكونات تاعنا كامل مع بعض حتى تتجانس المكونات السائله كامل مع بعض. نخلطوا مليح مليح، نضربوا البنات نقعدوا نخلطوا 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 حتى هذيك الحبه تاع البيض كامل تدخل في الزيت والماء راكم عارفين. كامل نخلطوهم مليح مليح مليح، نقعدوا نخلطوا. ومن بعد نضيفوا بقيه المقادير، عفوا بقيه المقادير. دوك تشوفوا البنات معايا ان شاء الله. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. هنا نخلطوا البنات غير بالفوي. هذه هي. نجيبوا الكاس تاعنا اللون تاع الفرينه البنات. كنت انا الفرينه تاعي راني مغربلتها وموجدتها البنات. كيما نقول لكم كيما العاده لازم الفرينه تاعنا ولا الكاكاو ولا اي عفسه تبغوا ديروها للعجين لازم تغربلوها البنات باش تجي العجينه تاعكم ولا الحلوه تاعكم خفيفه البنات. لازم تغربلوها. هذه هي. نقعدوا نضربوها الفرينه مليح، نخلطوا 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 نخلطوا. ما تقولوش نسيت الملح، ما نسيتوش. دوك نضيفوا في الكاس الزوج نضيف الملح. نضيفوا الكاس الزوج البنات ونزيدوا الملح، شويه تاع ملح، ونخلطوا ونعاودوا نرجعوا نخلطوا البنات. هنايا السر تاع هذا العجين لازم تخلطيه مليح 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 البنات، لازم تخلطيه وتقعدي تخلطي حتى تتجانس المكونات كامل مع بعض البنات. هذا هو السر تاع هذا العجينه. ولازم ديري مجهود باش تجي خفيفه وتجي كي شغل الكتاويه ماهيش مدلوكه. هذه هي. هذه هي البنات. انا هذه العجينه تاعي درت لي 4 كيسان فرينه البنات، كل واحد على حسب النوعيه تاع الفرينه تاع اللي عندها. هذه تقعدي تخلطي كما قلت لك. وهنايا نضيف هنا ديري شويه جهد البنات. هنا تقدري الفوي تاعك يعني كما يقولوا بجهد قوي باش تقدري عليها وتدخلي فيها الهواء. هذه باش تجيك خفيفه ومريشه كما نقولوا. هذه هي البنات. خليكم على فيديو تاع نهار اليوم. ما تنساوناش بالدعم البنات والجيم وكومونتير شباب كيما حباباتي. هذه هي البنات. هنا دوك الخبز تاعنا دوك نديرو في البلا ونديرو ندخلو في الفرن على درجه حراره 210 ونشعلو من تحت ونعاودو نشعلو من الفوق. هذه هي البنات. نخليكم على فيديو. حكمة اليوم: انصح ولا تفضح، وعاتب دون أن تجرح. عامل الشخص على حاضره ليس ماضيه، وعلى عقله وليس عمره، وإن لم تنفع أحد فلا تضره. الاعتذار عن الخطأ لا يجرح كرامتك،
بل يجعلك كبيرا بعين من أخطأت بحقه. اعلم بأن أجمل العطور ليس ما تضعه على جسدك وملابسك، بل ما تضعه على لسانك ويشعر به الآخرون. عطر الكلمة الطيبة. لا تخدعك المظاهر، فهدوء المقابر لا يعني أن الجميع في الجنة. من وهب نفسه للدنيا لن تعطيه الدنيا إلا قطعة أرض يدفن فيها، ومن وهب نفسه لله سيعطيه الله جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله الرضا والجنة. قلب لا يعرف إلا الصدق، وأفضل الناس شخص لا ينساك مع الأيام، وأفضل العطاء دعاء يرفع لك وأنت لا تعلم. الزواج نصيب، والطلاق قرار، والحزن نصيب، والفرح قرار. وجود شخص في حياتك نصيب، والاحتفاظ به أو تركه قرار. كلنا لا نملك النصيب، ولكن نملك القرار. صمتك في وجه المسيء حكمة، وليس ضعفا أو سلبية. بعضهم يريد أن يستفزك، وصمتك يقتله. يأتي البعض لحياتك كنعمة، ويأتي البعض لحياتك كدرس، فحافظ على النعمة وتعلم من الدرس. لا تبحث عن من تحبه، بل ابحث عن من يستحقك. إذا كانت قدمك تترك أثرا في الأرض، فلسانك يترك أثرا في القلب. فهنيئا لمن لا يظلم أحدا، ولا يجرح أحدا، ولا يغتاب أحدا. ستذوب الوجوه الجميلة في التراب الدنيا، ولكن ستبقى الأفعال الجميلة ترسم وجها أجمل في الجنة. الحياة قصيرة جدا، لا تستحق حقدا ولا حسدا ولا نفاق. غدا سنكون ذكرى، فقط ابتسموا وسامحوا من أساء إليكم، فالجنة تحتاج قلوبا نقية. ضع ثقتك في من يستطيع أن يرى فيك 4 أشياء: حزنك خلف ابتسامتك، حسن النية خلف فعلك، القوة عند بكائك، والمنطق خلف صمتك. أسعد من تحب، وابتسم لمن حولك، تواضع للجميع، فالحياة بسيطة. أعط ولا تندم، فما قدمته سيأتيك ضعفه ولو بعد حين. إذا أردت أن تعيش سعيدا، فلا تحلل كل شيء، ولا تفسر كل شيء، ولا تدقق في كل شيء. تجاهل كثيرا، فإن الذين حللوا الألماس وجدوا أصله فحما. ليس كل هادئ خالي البال، وليس كل صامت لا يبالي. ففي الهدوء والصمت ألف حكاية وحكاية. الاعتذار عن الخطأ لا يجرح كرامتك، بل يجعلك كبيرا بعين من أخطأت بحقه. الحياة قد تتعثر، ولكنها لا تتوقف، والأمل قد يختفي، ولكن لا يموت أبدا، والفرص قد تضيع، ولكنها لا تنتهي. ومهما ضاقت الدنيا عليك، ففرج الله قريب. ستعاني كثيرا حينما تكون أنت نقيا من الداخل، وكل الأشياء من حولك ملوثة. الناس يمسحون ماضيك الجميل مقابل آخر موقف سيء منك، والله سبحانه يمحي ماضيك السيء مقابل توبة منك، فأيهم أحق بطلب الرضا. عود نفسك على خسارة الآخرين، تمرن على الوحدة، صادق نفسك كأنك صديقك، فحكمة القدوم للحياة وحيدا، ومغادرتها بطريقة نفسها لم تأتي من الفراغ. الحياة لا تعطي دروسا مجانية لأحد، فحين أقول علمتني الحياة تأكدوا أنني دفعت الثمن. لا شيء يستحق العناء
اهتم بمن يهتم بك، وارحل عن من رحل عنك، وعامل كما تعامل، ولا داعي للوجع، وانتهى الأمر. عندما يكون الإنسان مثل قطعة النقود بوجهين، فإنه يقضي كل عمره متنقلا بين جيوب الناس. كن صادقا تزداد قيمتك لدى الجميع. الاهتمام دون طلب يكون أجمل، والحب دون خداع يكون أروع، والصداقة دون مصالح تكون أعظم. تعيش الأغنام طوال حياتها خائفة من الذئاب، ثم يأكلها الراعي. كن حذرا ممن تمنحه الثقة وتظنه صديقك وهو عدوك. اجعل من يراك يدعو لمن رباك. ما دام في السماء من يحميك، فليس في الأرض من يكسرك. الجميع ينتظر منك الخطأ، إلا الله ينتظر منك التوبة، فاستغفر الله وأتوب إليه. سألغي من حياتي كل من يضايقني بتصرفاته، حتى وإن كان أعز الناس، فقناعتي بأني لا أملك عمرين يجعلني أبحث عن راحة. لا تقلد أحدا، ولا تكن نسخة من أحد، فالظل الذي يتبعك في الظلام ينكشف عند أول بقعة ضوء، فكن نفسك في جميع الأحوال. عامل كل إنسان وكأنك تتعامل مع نفسك. لا تظلمه، لا تذله، لا تكذب عليه، لا تنقصه، لا تغتابه، لا تحاول قهره، لأن الزمان سيدور وتذوق مر ما فعلت. إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ولنفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك، والله تعالى يراقب باطنك. الحياة مستمرة، سواء ضحكت أو بكيت. لا تحمل نفسك هموما ولن تستفيد منها، وابتسم. لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق. لا تتبالغ في الصراحة حتى لا تسقط في وحل الوقاحة. إذا فشلت في رفع أحد لمستوى أخلاقك، فلا تدعه ينجح في إنزالك. حياة يقودها عقلك أفضل بكثير من حياة يقودها كلام الناس. الحياة ألم يخفيها أمل، وأمل يحققه عمل، وعمل ينهيه أجل، ثم يجزي كل امرئ بما فعل. اصمت كأنك لم تفهم، وتجاهل كأنك لا ترى. للأسف أصبحنا في زمن إذا لم ترد الإساءة بالإساءة يقولون عنك ضعيف الشخصية. تعلم الصبر، فليس كل يوم رائع، والحياة ليست دائما كما نتمنى. اترك مر أفعالهم للزمن، فكل ساق سيسقى بما سقى، كي لا تموت مرتين، لا تعود لمن خذلك. لا تحسدوا صاحب الذاكرة القوية، فهو لا ينسى ذكرياته المؤلمة. أصبحنا لا نعرف بأي مكان يختبئ السيئون، فالجميع يتحدثون بمثالية. عندما لا يتفهمك من هم حولك، فالعزلة رغم قسوتها أجمل. كلما زاد عمري أيقنت أن تلك الحياة لا تستحق كل ذلك التأثر. ترحل مصاعب، تأتي غيرها، تموت ضحكات، تولد أخرى، يذهب البعض ويأتي آخرون، إنها مجرد حياة. لا شيء يعادل النية الطيبة. افعل ما تشاء واتركهم يفهمونك كما يشاءون. كن قويا وصارما، فالطيبة لا تنفع في زمن الوحوش. قد لا يكون الشخص الذي ينصحك كاملا، ولكنه يعطيك الجزء الذي ينقصك. ليس من الأدب أن تجرح مشاعر الناس وتقول أنا صريح،
هناك فرق بين الصراحة والوقاحة، وتذكر بأن ليس كل صامت غير قادر على الرد. ينكسر الزجاج فينتهي الصوت بسرعة، وتبقى قطعة الزجاج تجرح من يلمسها. ذلك الكلام الجارح ينتهي، ويبقى القلب يتألم طويلا. فلا تجرح أحدا بالكلام. ما يؤلم الشجرة ليس الفأس، ما يؤلمها حقا أن يد الفأس من خشبها. تبدأ خسارتك للأشياء عند اهتمامك الزائد بها. يوما بعد يوم يزداد بداخلنا الخيبات، يوما بعد يوم تتساقط من أعيننا البشر، يوما بعد يوم يموت إحساسنا والحب بداخلنا. لا يؤخر الله أمرا إلا لخير، ولا يبعدك عن شيء إلا للخير، ولا ينزل عليك بلاء إلا للخير. فلا تحزن، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. وإذا الصديق أساء إليك بجهله فاصفح لأجله، الود ليس لأجله. مهما كانت نيتك صافية في أي شيء تفعله، تذكر أنك لن تنجو من ظنون الناس السيئة أبدا. لا تتحدث بقوتك أمام الضعيف، ولا بسعادتك أمام حزين، ولا بمالك أمام فقير. زن كلامك وراعي شعور الآخرين. الدنيا رخيصة جدا، قد يملكها غني فقير، مالك ووزير، ولكن الجنة غالية. أن لم تملكها بصالح عملك فلن تملكها بمالك وذهبك. بمجرد أن تخطئ ينسى الجميع أنك كنت رائعا، وأنهم كانوا يصفقون لك يوما. من يراك بعين التعالي انظر له بعين التجاهل، ومن يراك بعين التواضع انظر له بعين الاهتمام. امنح كل واحد حجمه. لا تترك شخصا محتاجا إليك، فربما أنت آخر من لديه من الأمل. الحياة قصيرة جدا، لا تستحق الحقد، الحسد، البغض، قطع الرحم. غدا سنكون ذكرى فقط، والموت لا يستأذن. ابتسموا وسامحوا من أساء إليكم.